وال وال واللي عليكم بدكم تدوا علي اليوم بيضات وجعوني. طبعا اكثر العالم مفكره انه الخروف هو لحمه وبس، بس انا اليوم جاي على مطعم ابو زهير لاحكي لكم عن الشغلات الداخليه يلي بتتاكل بالخروف. ولا تعرفوا انا عن شو عم بحكي؟ تعالوا معي. طبعا الشيء اللي عم بحكي عليه هو الشيء الداخلي للخروف يلي هن البيضه والسودا والدرن والنخاعات والكلاوي والقلوبات. هلا قسم كبير يمكن ما اعرف انا عن شو عم بحكي. وطبعا نسينا الشيء الاساسي يلي هو اللحمه الشقه مع الليه والكباب. لحتى تعرفوا اكثر انا شو قصدت في الشيء الداخلي خليكم معي وتابعوني لقدام. وطبعا يا جماعه فيها السودا شغله حلوه انه هي ما بتتاكل مشويه او مقليه وبس، هي ميزتها وطيابتها بتتاكل نيه. حلاوته هذا المطعم انه اخذ بيت عربي خصوصي للزباين اللي جايه تاكل عنده. تعالوا تفرجوا عليه. حلاوته هذا المكان انه بتجي بتلاقي طاوله عم تستناك محطوط عليها السلطه والمسبحه والمتبل وابريق اللبن والكولا. طبعا ابريق اللبن والكولا مشان يلي ما بيشرب لبن مع الاكله يشرب كولا، بس هي الاكله بدها لبن حصرا. وما علينا غير نقعد ونستنى الطلبيه لحتى تجهز. وصلوا. يقبرني الله اللي خلق. هدي 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 شوي، هدي هدي هدي، لا تعاملهم غير برقي واحسان. يا عفو الله. هذا شو هذا ضيافات هدول؟ يقبرني ربك. حطهم هون حطهم. خلص اخي تيسر انت، تيسر تيسر لا تاكل همي. تعالوا انتوا لعندي. والله ما عاد والله تبكت ما قدرت شو بدي اعمل بحالي. ليه؟ بشو بدي بلش ولا بشو؟ زي انت تعال لهون. واللي عليكم بدكم تدوا علي اليوم. هذا كل شيء شفتوه بالفيديو انا وعم حضر. كباب، هاد شو هاد المخاخ، ضايفين لي لهم شيش والكلاوي والقلوبات واللحمه والسودا بنحب النقود، وطبعا الدهنه. طبعا هذا كله ما لازم يتخلط سوا، لازم ينصف هيك بعنايه بعدين تنزل اكل بالعشره. وانا طبعا بتعرفوني زبون دوين بالاكل بالعشره. طبعا كلياتنا بنعرف انه الكلاوي كثير ظريفه، وهذا لضغط القلب وضغط المعده وكل شيء. بالاضافه للسودا لفرق الدم والقلوبات لما بعرف شو. بيضات وجعوني والله وجعوني.
بدنا نقاعد هنا. طبعا هي الدرن، اللي ما بيعرف الدرن، هي الدرن بتجي على داير المعلقه. هي شغله كثير مفيده وطيبه. وطبعا ما بننسى هي الاكله انه كمان بتفيد للجماعه المتجوزين. وانا برايي هلا تروحوا، لانه بدي اعرف اكل، وانا ما بعرف اكل غير بالعشره. او انا برايي والله خليكم معي لاخر الفيديو لورجيكم المجزره اللي بتصير بكل الصاله، مو بس على طاولتي. روحوا هلا وتعالوا بعدين. بعد هالمرحله الطاحنه وصينا على كاسه شاي خمير. بتعرفوا الراس ثقيل، عم قالوا لي ما عندنا غير ظروف. قلت لهم حطوا لي ظرفين بكاسه وبعتوا لي اياها. مين ما اجى وبده ياكل نفس الصينيه ونفس الصفيه يقول له اعطيني صينيه بدر، هو بيتصرف لحاله. اسف كالعاده طولت عليكم، بس ما طلع معي الحكي. السلام عليكم.